طيب أستاذ محمد، كيفاش كتشوف يعني مجال صناعة المحتوى الوثائقي في المغرب؟ وأنا شخصيا عندي عتاب خاص لأهل الحرفة والصناعة الصنعة في المغرب، لأنه عندنا واحد المد مشرقي كبير جدا من ناحية الإنتاجات الوثائقية اللي يغطي الإنتاج المغربي. وكتعرف أن هذه البلاد هذه هي ولادة وتاريخها كبير في جميع ولا في شتى المناحي، ولكن من ناحية إبراز هذا المنتوج وهذا الموروث من الناحية الثقافية، انطلاقا من مد آخر نسميوه بين قوسين غربي أو لا مغربي، يعني خلق التوازن ما بين المد المشرقي اللي كان يعني نستهلكوه كنت نشربوه، ما كنشوفوش كاين واحد التوازن كبير. كيفاش كنشوف المجال بشكل عام وهذه النقطة بالتحديد؟ فهذا الامر هذا فعلا من الامور التي تثيرني شخصيا، تثيرني من الناحيه الحفيظه زعما شخصيا. فهذا هو ان من المفارقات الغريبه جدا في تاريخ المغرب هو ان المغرب سينماه بدات وثائقيه لكنه انقطعت مع كان واحد الى جينا نرجعوا للتاريخ تاع السينما في المغرب بغض النظر على الاستعمار والمستعمر وكذا وهذا، الفعل السينمائي من بعد الاكتشاف ديالو مع الاخوين اللوميير راه اول تطبيق ديالو من التطبيقات المهمه ديالو بدات في المغرب وثائقيا وسينمائيا. ولكن هاد الهوه اللي حنا كنقلبوا عليها من الفاعل في هاد الهوه هذه، الا جينا ندخلوا من الفاعل سيشغلنا الامر عن شنو خصنا نديروا حنا. فزعما السؤال الافضل كذا الهوه راه كاينه زعما تحصيل حاصل، لان كاين هو كاين فراغ كيف ما كاين في مجالات كثيره عاشت تاريخ المغرب. فبالتالي السينما والوثائقي والانتاج ليست استثناء، ما يمكنش تكون استثناء. ولكن الجميل هو ان بعد كما تكلمتوا وهذا صحيح المد ان اصبحت صورتنا نحن كمغاربه او ثقافتنا نحن كمغاربه انتاجنا نحن كمغاربه اصبح يسوق لها الاخر في واحد المده زمنيه في واحد الفتره. فهذه الفتره فاش كنتكلموا على الانتاجات الجزائريه انتاجات القنوات لدى اصبح ورغم السلبي في هذا الامر هو اننا نرى انفسنا باعين الاخر. يعني انا الاول فعلا السؤال هو ان نرى انفسنا بانفسنا بعيوننا نحن، ان نكتشف ثقافتنا، ان نكتشف يعني اصولنا، ان نكتشف معالم وجودنا برؤيانا نحن بكاميراتنا، فهمتي، بسلاحنا نحن، بهذا السلاح هذا اللي احنا كنستخدموه نخرجوا فعلا نحن للواقع. كاين اكراهات الواقع، اكراهات الانتاج. الصناعه السينمائيه في المغرب كيف هي وكيف تجري وكيف محاورها، ارتهانها للدعم. وهذا في نظري انا في رايي الشخصي اكثر ما يجعل من السينما يعني لا تنطلق السينما في المغرب هو هذا الاشكال هذا تاع الدعم غير منفتحه. ما عندنا الصناعه، مازال ما عندنا صناعه. نهار تولي عندنا صناعه وثائقيه تولي عندنا صناعه سينمائيه فعلا، وهذا عكاظ هذا ان شاء الله هي داخله في اطار انتاج الصناعه فعلا. ان الشباب هم هذا الوعي هذا هو الذي سيؤتت الخلق او صنع هاد المجال باش يفتح امام الشباب فرصه. لان بعضهم فاش اسمحوا لي على فاش كيوليو عندك جوج حلقومات صعيب على انك باش ما كيكوناش عندك الخيارات بزاف، فبالتالي الافاق كتبان قدامك منسده وغير مفتوحه كذا. اما فاش كتنفتح امامك الافاق كما كاين في الغرب كما كاين في هذا، فالامر كيولي متاح للابداع، كيولي مجال فعلا متاح للابداع، كيولي حتى الا بدعتي كتقول غنخرج الاوتو برود كتولي الاوتو برود احسن من دابا اللي كيحرك هو الدعم ماشي الاوتو برود. فاش غيولي الاوتو برود هو اللي كيحرك غنوليو نبدعوا، غنوليو نرجعوا نوليو فعلا نشوفوا مغرب اخر. لان غير موضوع واحد يتناوله المشرقي او الغربي بعينه قد يختلف عندما تراه بزاويتك وبرؤيتك وبثقافتك وبتربيتك. الان كنقربوا نقيس شويه